السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم كما كتلاحظوا معايا غنقدم لكم إن شاء الله حريرة اللي بسيطة ودغيا كنوجدوها كتاخذناش الوقت نهائيا. نتمنى إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم تشتركوا في القناة ودقوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، تخليوا لي كذلك الآراء ديالكم والتعليق ديالكم من باب التشجيع. بسم الله على بركة الله غنبداو في الوصفة اللي غادي نحتاجو فيها. كما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجو فيها طماطم. بالنسبه للطماطم يعني تبقى على حسب الكميه ديال الحريره اللي غديروها، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. عندي بصله، عندي حمص اللي مرطبه، كذلك العدس اللي رطبته قليلا فقط يعني مده 10 دقائق. عندي كميه من اللحم تبقى اختياريه. عندي القليل من الزنجبيل مبشور، عندي ملعقه من الطماطم، دقيق بطبيعة الحال اللي غادي ندور به. بالنسبة للتوابل عندي ملعقة صغيرة مملوءة من الزنجبيل، كذلك من الكركم، نصف ملعقة من الإبزار الأسود، ضامة من زعفران الحر، الملح، وملعقة صغيرة من الكروية. كذلك عندي الربيع اللي يبقى كذلك على حسب الكمية ديال الحريرة، يعني واش غادي تزيدوا أو تنقصوا، اللي بطبيعة الحال يكون مغسول ومنشف. غادي نقطع البصلة ديالي، يعني غير انا نقطعها يكونوا مرصيات يعني كبار ماشي مشكل، لاننا غادي نرجعو نطحنوها لهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. وهنا بالنسبه فاش تطحنوها يعني اللي كنتوفر تقدروا تستعملوا مولينيكس او تستخدموا الروبو المكسور. كذلك غادي نقطع الربيع حتى هو كذلك نقطعه يعني عشوائي، يعني نقطعه واخا يكون كبير ماشي مشكل، غادي نرجعو نطحنوه مع البصل. بالنسبه هنا لكميه ديال الربيع عندي 2 ربطات نتاع القزبر، عندي نصف ربطه من المعدنوس يعني ما كنستعملوش بزاف الحريره، وعندي ربطه من الكرافس. كما لاحظتوا معايا كنقطعو يعني ولو كبير ماشي مشكل، يعني غادي نرجعو نطحنوه. بعد ما نسالي الكميه كامله غادي نطحنو ان شاء الله في المكسور. هنا تقدروا تستخدموا كذلك المولينيكس اللي كان متوفر. وغادي نحتفظ بالقليل من الخليط اللي غادي نضيفه في الاخير. غادي ندير كميه من الزيت، نصف كأس من زيت المائدة. غادي نضيف الكميه ديال اللحم، غادي نضيف العدس، توابل كذلك، زنجبيل مبشور، ونرجعهم فوق النار يتقلاو لي وانا كنضيف باقي المكونات. الحمص، غادي نضيف الكميه المطحونه نتاع البصل والربيع، قزبر المعدنوس كذلك الكرافس. احتفظت بالقليل فقط يعني اللي غادي نضيفه في الاخير. وغادي نخليها تقلى لي مزيان. ضروري اننا تكون النار في المتوسط في هذه المرحله، يعني نخليوها تقلى مزيان. بالنسبه للطماطم غادي نقطعها كذلك وغادي نطحنها ونصفيها.
كمل كامل نقطعها على نفس الكيفية كما لاحظتوا معايا. ونطحنها. ونصفيها كما كتلاحظوا معايا، نضيفها على نضيفها على المكونات ديالي. من بعد ما صفيتها كما لاحظتوا معايا بقات لي غير زريعه كما لاحظتوا معايا، وبعد القشور انا كتطحن مزيان. صافي غادي نضيف الكميه ديال الماء يعني على حساب الخليط. غادي نضيف تقريبا 5 كؤوب يعني كيوزنوا 120 مليلتر، وغادي نبيلها عليها ونخليها طيب لي. بالنسبه باش غادي ندور الحريره، عندي هنايا كأسين من الماء يعني 120 مليلتر كيوزن كل كأس، وعندي كذلك 6 ملاعق من الدقيق. وغادي ضروري اننا نضربوهم مزيان بالمكسور باش ما يبقوش متكتلين معنا او دايرين حبيبات. كذلك بالنسبه للطماطم باش ما تكتليش في الحريره كنضيف لها قليل من الماء ونخلطها. وكذلك نصف الكميه اللي حسبت بها من القزبر والمعدنوس هي غادي نضيفها في الاخير. من بعد ما طابت لي المكونات ديالي كما لاحظتوا معايا، غادي نضيف كميه صغيره اللي بقات لي اللي حسبت بها من الربيع. غادي نضيف كذلك الطماطم، وغادي نخلط بالخليط ديالي ديال الدقيق. وغادي نبقى كنضيف الخليط ديال الماء والدقيق وانا كنخلط فيها حتى نحصل على القوام المرغوب فيه. بالنسبه للقوام يعني كاين اللي بغيها ثقيله، كاين اللي بغيها خفيفه، على حسب الرغبه ديال كل واحد. بالنسبه ليا انا كنبغيها خفيفه يعني ما غاديش نتقل الخليط ديال الدقيق. بالنسبه اللي بغى يتقلها يضيف ملعقه من الدقيق، يبقى يخلط حتى يحصل على القوام المرغوب فيه. بالنسبه للمده ديال الطهي ملي كنكونوا نخلطوها وحنا كنضيفوا الدقيق، من بعد ما نساليو الدقيق تبقى على الاقل من 20 دقيقه حتى نصف ساعه باش تجي زوينه بزاف. شحال ما طابت من بعد ما نضيفوا لها الدقيق، من 20 دقيقه 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه كتجي زوينه. هذه هي الحريره ديالي تقريبا راها واجده دابا، غادي نقدمها ان شاء الله. هذه هي الحريره ديالي من بعد ما وجدت، كتجي زوينه بزاف يعني كتجي بسيطه. يعني المراحل ديال اننا كنطحنوهم كيسهلوا علينا. الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم.